خطيرة خطيرة. اتفرجوا على دي بقى وجمالها في الشتاء. يا سلام يا سلام، بتدفي لأبعد الحدود. بحب بقى القطع اللي فيها دي، انا بحبش اهرسها قوي، بحب يبقى فيها قطعة كده. يلا بينا بقى نعمل مع بعض القرع العسل الخطير ده، بس ما تنسوش اللايك والشير يا جماعة. زي ما انتم شايفين قطعنا القرع العسل لمكعبات صغيرة كده زي ما انتم شايفين، وان هي بتكون رفيعة الى حد ما كده. تمام، محدش يقول لي انت مفيش وراك الا الاسدال ده. معلش يا جماعة، الجو حر بنسيح وما اقدرش البس اي عباية في الجو ده، فده يعني ده اخف حاجة عندي، مريح وفي نفس الوقت بيدخل لي هوا، فاهمين؟ فعشان ان احنا نقف في المطبخ، مع انه والله في شباكين، يعني شباك قدامي اهو شباك جنبي اهو، بس ما اقدرش عشان ان انتوا تاخدوا مني حاجه حلوه، محدش يقول لي حاجه لو سمحتوا. هنبتدي بقى نضيف المكونات بقى بتاعتنا. يعني هو ده كيلو سكر، احنا ضفنا نص كيلو سكر للحلة الاولانية. تمام، واحنا وزعناه على الحلتين كده بحيث ان السكر بتاعها يبقى مظبوط. الحلة دي انا سبتها، كنت حاطاها على نار واطية يا جماعة، ابني راح على عليها شوية فغمقت شوية. حطينا الزبيب وجوز الهند، البني دي فانيليا سايلة، والشفافة دي روح الموز. روح الموز دي بقى قلبي انا، يعني انا نفسي ان انا اشربها كده، احطها في اي حاجة، بحب احطها في كل حاجة. هنحاول ان احنا نهرسها شوية كمان كده. تمام، ونظبطها، وبعدين بقى نزود بقى اللبن بتاعنا. حطينا اللبن يعني قولوا تلات ارباع لتر هنا، او لتر هنا ونص لتر هناك، لان الحلة التانية كانت صغيرة شوية. وهنظبطها كده. انا ما بحطش النشا الا لما هي ايه، لما تاخد لبنها كله الاول، بعدين اظبط بقى النشا. هنحط بقى هنا مغرفة كده حلوة جميلة سمنة، وهناك برضو مغرفة، ونقلب كويس علشان ان القرع العسلي بتاعنا يكون دسم كده وجميل كده عارفين يا ولاد، ويبقى ليه طعم خطير كده. النشا بقى بتاعتنا هنحطها، يعني حطينا من 6 ل7 معالق نشا علشان ان ال القرع العسلي يجمد معانا ويبقى حلو. انا مبحبش احط كتير نشا كتير علشان برضو ان هو يكون ايه زي ما بيقولوا كده حلو، يعني معناه ما يبقاش جامد، ما تبقاش القطعة كده تخينة كده او جامدة كده، لا بحبه يكون طري كده ويدوب كده في البق اول ما تاخدي المعلقة كده في بقك يعني. وهندي كده النشا زي ما انتم شايفين، ونقلب كويس لحد ما القوام يبقى تقيل معانا. ادي اهو بقى تقيل معانا اهو زي ما انتم شايفين. انا بحب القوام يبقى كده، محبوش يبقى جامد، ان هو يبقى تقيل كده وان انت تيجي تحطيه في الصينيه يبقى تقيل معاكي، لا انا بحبه القوام يبقى كده زي ما انتم شايفين. هنحط بقى في الصينيه بتاعتنا سمنه، وهنحط بقى القرع العسلي بتاعنا. اللي يعرف يعمل قرع عسلي زينا نقول له يا عمنا. تعالوا شوفوا، تعالوا يلا نبدا مع بعض. محدش يتريق على الاسدال يا جماعه عشان الجو حر، انا بقول لكم حبوا في الورد. يلا تعالوا بقى نشوف. الله، شايفين عامله ازاي؟ دلوقتي احنا يعني عملنا صينيتين وكانت الصينيه الثالثه في الفرن، زي ما انتم شايفين قمر 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 بجد يا جماعه.
وانا لازم لما باجي اعمل حاجه بحب اعمل كتير، ما بحبش اعمل حاجه واحده. بموت في اللون بتاع القرع العسلي ده. تعالوا يلا بقى ناخد حته كده علشان ندوقها، علشان بجد انا ما بعرفش يعني اصمد قصاد القرع العسلي. يا ريت تحبوا معايا انتوا كمان. تعالوا بقى ندوق يلا، تعالوا ندوق. انا بحبها كده بقى سايحه كده في الشتاء، يا سلام يا سلام. انما في الصيف بقى هسيبها بقى تبرد واحطها في التلاجة علشان تتقطع قطع كده. خطيرة، طعم اوف، حلوة قوي. دي عايزة بقى ايه؟ شهر ديسمبر، يا سلام، شهر 12 بقى والدنيا شتا بقى وكده قلب الصغير لا يتحمل. شايفين؟ شايفين الحر؟ شايفين العرق؟ استغفر الله العظيم يا رب. باي باي، فوتكم بالعافية.